ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا طيبين وبخير. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه تحفه جدا. بجد هي غنيه عن التعريف. وصفه لجوع اخر الليل، وصفه بقى للاكلات السريعه. مكسلين نعمل حاجه النهارده هنعملها، هتكون لذيذه وهتعجبكم جدا. هنعمل النهارده الفطير الشرقي الويتش اللي بنشتريه من بره بقد كده. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، والمكونات كلها موجوده في كل بيت، ومن غير لا عجن ولا بقى ولا تخمير ولا حيره. انا عندي زي ما انتم شايفين كام قطعه بانيه كده، كنت متبلاهم وحطهم في الفريزر، حمرتهم. هبقى انزل لكم الطريقه عشان خاطر تكون كريسبي كده والكفر ما ينزلش من عليها. عندي جبنه موتزاريلا، قطعت الطماطم وفلفل رومي، عايزاها سبايسي حطي فلفل حامي. وعندي كمان بسطرمه، هخليها من التوم بتاعها وهتبقى جاهزه للحشوه. وعندي كمان اديكوا شايفين، بصوا ما شاء الله الفراخ كريسبي وحلوة أوي الكفر عليها، وشوية زيتون وشوية جبنة تركي عادية وجبنة تركي مبشورة. عملت ايه؟ خدت بالظبط لفة الجلاش حبايبي، هي بقى الكينج بتاعت الوصفة النهاردة هي لفة الجلاش دي. انا عملت ايه؟ اخدت بالظبط يعني لفة الجلاش خدت منها رقتين بالظبط، وما بين كل رقة دهنت زبدة مش زيت. وزي ما انتم شايفين حطيت كده الحشوة بتاعتي. عايزة بقى تحشيها بالفراخ، عايزة تحشيها بالصدوق، عايزة تحشيها بالبسطرمة، عايزة تحشيها جبن، بس يعني ايه as you like زي ما بتحبي اعملي وحطي واكلي ولادك. الشتا عايز اكل، والشتا يعني محتاج بقى ايه؟ جوع اخر الليل ده منقدرش نسيطر عليه، فدي حلت لك المشكلة بحاجة سهلة جدا. اهو راقه، وبحط ما بينها طبقه دهنيه، عندك بقى سمنه عندك زبده اللي انت عايزاه، بس بلاش زيت عشان ما ينشفش. انتوا عارفين طبعا الجلاش بيبقى ايه؟ ناشف، احنا عايزينها كده حلوه وجوسي. خلاص. ما تكتريش، هتحطي ما بين طبقتين او 3 بالكتير، يعني ما تزوديش. بحط الاول جبنه موتزاريلا في النص. اهم حاجه توازني ان الحشوه بتاعتك تكون في النص علشان خاطر تتفرد معاكي كويس، وفي نفس الوقت تعرفي تلفيها وما تقطعش منك. بحط جبنه موتزاريلا تحت الاول عشان خاطر تمسك لي الحشوه فيها على طول. هنا بقى بحط الحشوه بتاعه البسطرمه والجبنه التركي، قطع الجبنه التركي اهو زي ما انتم شايفين. وبحط عليها الطماطم والفلفل، والطماطم لازم يكون القلب بتاعها مش موجود عشان ما تبوشليش الجلاش بتاعي. وحطيت كمان شويه من الزيتون، معلومه يا ريت يعني ما نحط الزيتون كتير مع البسطرمه، خاصه لو هي حادقه عشان كمان في جبنه تركي. بنبدأ نلفها بالعرض الأول، نقفلهم على بعض، وبعد كده ببدأ ألفها طولي، وما بين الطبقات وأنا بلف لازم أدهن زبدة زي ما انتم شايفين في الفيديو. هعمل واحدة كمان معاكم برضه عشان خاطر تكون الطريقة واضحة بالنسبة لكم. اهو تلات طبقات من الجلاش، ما بينهم سمنة أو مادة دهنية عامة. وحطيت الجبنة الموتزاريلا، وبعد كده عندي حشوة الفراخ اللي قلتلكوا عليها، طماطم وفلفل وزيتون، وكمان جبنة تركي مبشورة. بلف كده الأول بالعرض من ناحيتين، وبعد كده بدهن سمنة وببدأ ألف الوش بتاعي. وعلى بقى عندك طاسة، عندك طاسة تيفال، عندك سيراميك، عندك أي حاجة ما بيلزقش فيها، وحط مادة دهنية وبفضل كده أقلبهم من الجناب. وصفة حلوة خفيفة، يا ريت تعجبكم، مستنية لايكاتكم.